شنو المفروض أقول إذا رحت للزيارة؟ أحد أصحاب الإمام علي الهادي عليه السلام سأل نفس هذا السؤال وقال للإمام: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله إذا زرت واحدا منكم. فجاوب الإمام عليه السلام بزيارة جدا عظيمة، مو بس تخص إمام واحد بل تشمل كل الأئمة، الزيارة الجامعة الكبيرة. هاي الزيارة من عظمتها وعلو معانيها حتى أعداء أهل البيت ما قدروا ينكروها، لأن لغتها ربانية وعقلانية ومترفعة عن أي مبالغة أو ضعف. علمائنا ومراجعنا قالوا عنها من أعظم ما روي في فضل الأئمة ومن أبلغ الأدلة على إمامتهم، لأن مو مجرد دعاء بل نص عقائدي مفصل يحتوي على مقام الإمام الحقيقي، شروط التوحيد الكامل، العلاقة بين النبوة والإمامة، الولاء لأهل البيت والبراءة من أعدائهم، والرد على الغلاة والنواصب والمنحرفين. اسمع هذا المقطع منها: بكم يعرف الله، وبكم يعبد الله، وبكم يوحد الله، ومن جحدكم كافر، ومن قاتلكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. يعني ببساطة احنا ما نقدر نعرف ربنا صح إلا من خلال معرفتهم هم. فإذا ما قريت الزيارة الجامعة الكبيرة من قبل، جرب تقراها وركز بيها جملة جملة، راح تشوف عقيدتك تتقوى وقلبك يهدى وبصيرتك تنفتح. فبذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام نجدد نيتنا، نثبت على طريقهم، نقول بكل يقين: رضيتكم أئمة وولايتكم ديني ودين آبائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.